الراجل استغرب لما اكتشف إن كل الرجالة اللي على الطيارة طلبوا آيسد أمريكانو، وبعد شوية المضيفات بدأوا ياخدوا الرجالة دول واحد ورا التاني على الحمام. المنظر كان غريب جدا، وكل واحد داخل لوحده. الراجل بدأ يتلخبط ويسأل نفسه إيه اللي بيحصل؟ بس اللي حصل ده كان سببه اللي حصل من يوم واحد بس. الشركة بعته في رحلة شغل لمدينة تانية، وبالصدفة عرف إن نفس الرحلة اللي هيسافر فيها هي الطيارة اللي مراته بتشتغل عليها كمضيفة، فقرر يعمل لها مفاجأة وراح المطار بدري في اليوم اللي بعده متنكر كراكب عادي، وهي ما خدتش بالها منه خالص. دخل الكابينة بتاعت البيزنس كلاس وهو متوتر. لاحظ إن كل راجل على الطيارة طلب آيسد أمريكانو، ومراته جت تسأله تحب تشرب آيسد أمريكانو؟ هو ما كنش فاهم المعنى، بس قال يطلب زيه زيهم. ولأول مرة يشوف مراته بتتعامل معاه بلطف غريب. في الأول افتكرها بتتعامل باحتراف، بس فجأة لاحظ إن كل راجل طلب القهوة كانت مراته بتاخده وراها على الحمام، وواحد منهم حتى وراها الكوباية، وهي فوراً خدته ومشوا على الحمام. الراجل اتلخبط أكتر وسأل نفسه هو في إيه؟ وليه الطيارة فيها حمامات كتير؟ نص ساعة عدت ولا راجل منهم رجع مكانه.